ما يمكن انه يمشي للكره ديالو، صوبها برجل اليمنى مباشره. تمريره تنفذ، كره في القائم الثاني لانزال، محاوله مبارك حاول ما يمكن انه يبعد الكره ديالو ولا العمري. كره رجويه من الجهه اليمنى، يسري بوزوق يلعب هذه كره تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء، فرصه تصويبه ومباشره الى خارج خط الخلفي الملعب. في الوقت اللي فريق الرجاء كيندافع على مستوى الخط الامامي، تمريره بخارج قدم بولكسوط، تمريره عرضيه جانبيه ومباشره يرجع الكره ديالو ادم النفاتي، يرفع كره داخل منطقه الجزاء. كرة تنفذ من جانب العمري، البحث عن الانسداد الهجومي خاصة بتواجد الآن هشام بوسفيان السليم. كرة أمامية، تمريرة عرضية جانبية، كرة من المكعاصي بعيدة رجعت مرة ثانية تكون من جانب فريق الوداد. لو أن مرات كان بإمكانها تحمل جديد تمريرة عرضية جانبية من بولكسوط والأسرع والأقل. نوفل زروني، تمريرة أمامية، محاولة لنوفل الزروني، تمريرة ديالو داخل منطقة الجزاء، فرصة تغطية ديال الدفاع. الرجاء يندفع للأمام، تمريرة جهة اليسرى، يسري بوزوق بالعمري، صابر بوغرين، مهدي بومباريك، تصويبه ديالو ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب المناسب على مستوى الخط الهجومي. الرجاء الرياضي حتى هذه اللحظة 37 هجمة، ونشوف هنا كرة اللي كان بالإمكان ديالها أنها تحمل جديد، ولكن هنالك تغطية دفاعية ديال فريق الوداد الرياضي. آدم النفاتي يرفع لي كرة داخل منطقة الجزاء، تغطية من جانب الدفاع من جديد لصالح فريق. صابر بوغرين يرفع لي كرة أمامية مباشرة، صوب الحارس وضيعة مبارك. الانطلاقه الهجوميه، كره رجويه، دخول داخل منطقه الجزاء، تمرير وتواجد على مستوى خط الدفاع من امين ابو الفتح بالعمري، حافظ على الكره ديالو، رجعت مره ثانيه رجويه، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه تغطيه جبران، كره اماميه الجهه اليمنى، عمليه هجوميه للوداد داخل منطقه الجزاء والحارس يصد ثم تعود من جديد وداديه. قبل ذلك هنالك رايه مرفوعه من ابرز العمليات الهجوميه من جانب فريق الوداد الرياضي. لاحظوا هنا لعبت بهذا الشكل بهذا الشكل. صابر بوغرين، تمرير في اتجاه يسري بوزوق، يسري بوزوق يحافظ على الكره ديالو، يحاول يدخل داخل منطقه الجزاء، يرجع الكره ديالو من جديد عند ادم الفتي، تصويبه مباشر. بوسفيان قام بالمراوغه، تمريره ديالو في اتجاه صامبو داخل منطقه الجزاء، كرة أمامية مطولة ومباشرة إلى خارج. لاحظوا لنا الطريقة ديال الانسلال، صامبو التصويبة ديالو مشات بعيد. شوفوا هنا كرة تنفذ في القائم الأول، أولى تسير نحو النهاية في الوقت اللي تابعنا، يعني هذه المحاولة من جانب خط الوسط مكعازي الأسرع لاستلام الكرة الماضية، البحث على يسري بوزوق، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، رأسية ديال الدفاع صابر بوغرين، محاولة بالراس، إبعاد للخطورة يأتي من تدارك الامر، تعود من مره اخرى لصالح فريق الرجاء الرياضي. انطلاقه هجمه للرجاء، عمليه هجوميه، دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله، فرصه، تصويبه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. ولكن قبل ذلك اعتقد انه هناك راي مرفوع من الطريقه ديال الانسداد ديالو على مستوى الخط الامامي. لاحظوا هنا اللقطه اللي من خلالها اعلن الحكم على التسلل ديال نوفل الزرهوني. كره اماميه، محاولة من جديد للرجاء الرياضي، تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، خروج كرة في الخط الأمامي، كان يدير التمرير العرضي، مر ممتاز صابر بوغرين، تمريرة عرضية جانبية، هدف بنيران صديقة، هدف لم يكن أحد يتوقعه بهذه الكيفية، هدف يأتي ليعلن الرجاء هو المتقدم في مباراة اليوم. كيف لعبت، كيف جاء هذا الهدف، كيف جاء الهدف، الطريق إبراهيم يضع الكرة في المرمى. شوف هنا صابر بوغرين نزل الكرة ديالو، بعد ذلك قام بمراوغة فريدة جيدة. لاحظوا تمريرة عرضية جانبية بهذا الشكل هذا، ثم يضع الكرة في المرمى اللاعب الودادي
المدافع اللي وضع الكره في المرمى هشام ايت ابراهيم الذي لم يتمكن من تقدير الكره بشكل جيد. لاحظوا مباشره المرمى في الديربي بين الوداد والرجاء. ياتيك الهدف الاول مره اخرى تكون للوداد الرياضي الذي يواصل البحث والعزيمه من الجهه اليسرى. عمليه هجوميه دخول داخل منطقه الجزاء ويحصل على الزاويه. عمليه الهجوميه سرعه من سيفتي بورا، تمريره داخل منطقه الجزاء في غياب متمم للعمليه الى في خط الوسط. انطلاقه رجويه، كره في اتجاه مكعزي، انطلاقه هجمه، محاوله اختراق دخول داخل منطقه الجزاء، تمريره عرضيه جانبيه، فرصه والهدف. ثاني الهدف للرجاء اليوم. بزريده يضع الكره في المرمى، معلن عن الهدف الثاني للرجاء في ديربي الوداد والرجاء. نعم، زريده يغير العنوان، يغير النتيجه. هدفان مقابل شيء. نظرة ومتابعة من جانب زين باور. تنتهي البقية أكيد أنهم سعداء بما تم تحقيقه في العملية الماضية. هذه لقطة تختزل أشياء عديدة من تلقى الهدف الثاني القاسي الصعب. شوفوا هنا اللقطة، غياب التسلل على مستوى بناء هذه العملية الهجومية. الانطلاقة السريعة من جانب يسري بوسوق، تمريرة بالمقاس، زريدة يضع الكرة في الشباك، معلن عن ثاني الأهداف في ديربي البيضاء الذي يلعب في المحمدية. الأخضر اليوم يحلق عاديا، الأخضر اليوم يظهر على أنه حقق الهدف الثاني ويسير بنتيجة إيجابية في ملعب البشير. المطيع دخلت شباك كرتين اثنتين جاءت بهذه الشكل وبهذه الطريقة. هذا زريد السعيد من الرجاء الرياضي، كرة على مستوى الخط الأمامي، تحضير تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء. الرياضي سيؤكد النتيجة. كرة أمامية، محاولة هجومية من الجهة اليمنى، براين. كرة أمامية، محاولة هجومية، تمريرة داخل منطقة الجزاء في آخر المطاف. تحضير من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. حمود تحضير رأسية ممتازة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي. العميد بنفسه يصعد للخط، يبحث عن رأسية لتكون في شباك الحارس أنس زنيتي. لعبها بهذه الطريقة وبهذا الشكل، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر. أنس زنيتي تابع بالعين المجردة. لاحظوا كيف جاءت هذه العملية، هذا الانسلال وهذا الاندفاع الخط الامامي بالبولكسوت. الانطلاقه الهجوميه من الجهه اليمنى مره ثانيه، الانسلال، تمرير عرضي جانبي وبالصن. ضروني يتقدم، تصويبه اماميه مباشره والحارس يتمكن من ايقاف هذه الكره في مناسبتين اثنتين. المطيع الذي تمكن تصويبه قويه مباشره بهذا الشكل، خذ وقته الكافي وتعامل معها بنديه. لاحظوا رده فعل زريده، تعود مرة أخرى هذه الكرة بالراس، وتمريرة جانبية هذه أمامية، هجمة مرتدة مضادة سريعة للرجاء الرياضي داخل منطقة الجزاء، وتغطية. كرة من جانب فريق الوداد الرياضي، لا زال يواصل المسير، يبحث عن الحلول في الخط الأمامي. تمريرة أمامية للرجاء الرياضي، عملية هجومية تأتي من خلال تمريرة عرضية جانبية، وأمين أبو الرجاء الرياضي الذي يسير اليوم في هذه المباراة للتعامل مع آخر 5 دقائق.